ازيك يا عم بتاع سنة أولى؟ تعبنا أنت. إن شاء الله ربنا يكرمك كده بإذن الله، وتبقى كلمة مستشار اللي بتتقالك بالهجص تتقالك بالحقيقة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. أنا نويت إن شاء الله أشرح لك المواد بتاعتك الخاصة بيك. تمام؟ وأول مادة هبدأ لك بيها مادة مدخل القانون إن شاء الله. مدخل القانون دي بتنقسم لجزئين: جزء بيسمى نظرية القانون، وجزء بيسمى نظرية الحق. تمام؟ في نظرية القانون هنتكلم عن حاجات معينة، وفي نظرية الحق هنتكلم عن حاجات معينة. بس أنا عايز أوضح لك إن هو لما قال لك مدخل القانون هو قصده دي المادة اللي بيدخل لك منها للقانون، بيكلمك فيها عن كل حاجة ليها علاقة بالقانون، بيكلمك عن الجنائي والمدني والإداري، وبيكلمك فيها عن الكل. بس وهو بيكلمك بيديك حاجات بسيطة جدا لحد ما تدرس كل مادة لوحدها باستقلال. تمام؟ يبقى مادة مدخل القانون دي هي اللي بتدخلني للقانون. نظرية القانون دي اللي بتكلمني عن القانون. نظرية الحق دي بتكلمني عن الحق، وهتفهم كل واحد فيهم معناه ايه. تمام؟ طيب، بداية هو جه بيتكلم معايا في البداية وبيقول لي ايه؟ بيقول لي احنا القانون جه ليه؟ القانون جه عشان عندي ناس في المجتمع عايشة مع بعضها البعض، ونظرا لان كل واحد فينا بيحب نفسه وعايز كل حاجة ليه، فالقانون جه عشان ينظم العلاقات اللي بتتم ما بيننا. انا وانت وفلان وعلان وعلان عايشين في المجتمع، في اصول كتير جدا، في عربيات وفي شقق وفي بيوت، وفي كل واحد فينا عينه على كل البيوت وعينه على كل العربيات، فالقانون جه عشان ينظم لكل واحد حقه ويدي لكل واحد حقوقه والتزاماته. تمام؟ طيب، بس هي الموضوع مش بسيط قوي كده. احنا بقى عايزين قبل ما نتكلم في اي حاجة نعرف ايه الفرق ما بين القانون وما بين الاخلاق وما بين العرف. يعني ايه العرف؟ انا وانت قاعدين في الشارع وقاعدين، حاج محمد اللي قاعد جنبنا جنب البيت جايبينه يحل المشكله اللي ما بيني وما بينك، دي قاعده عرفيه. ايه الفرق ما بينها وبين القانون؟ ايه الفرق ما بينها وما بين ايه الفرق ما بين القاعده اللي بتتكلم عن السرقه، والقاعده اللي بتتكلم والاخلاق اللي بتكلمني عن الكذب؟ ايه الفرق ما بينهم؟ كل ده هقول لك عليه. ايه الفرق ما بين الدين اللي نازل من عند ربنا وما بين القانون؟ القانون في خصائص معينه او في حاجات معينه عشان اقدر اقول على ده. انا عشان اقدر اقول على ده انه قانون، في حاجات معينه لازم تتوافر فيه. تمام؟ طيب، قال لي اول حاجه بدأ بيها، قال لي تعريف القانون. قال لي القانون ليه تعريفين: تعريف ضيق وتعريف واسع. بص، انا عندي 3 حاجات، دول بيبقوا التعريف بالمعنى العام: الدستور، وده اعلى حاجه في الدوله على شكل هرم كده، الدستور فوق، بعد كده القانون الصادر عن مجلس النواب، بعد كده اللائحه. وكل ده هتاخد معناه ايه والكلام ده، بس الكلام ده قدام. او القانون ليه معنى ضيق، اللي هو القواعد الصادره عن السلطه التشريعيه. يبقى القانون ليه معنى عام او واسع: كل القواعد اللي بتطبق في الدوله وفيها جزاء، فيها الزام عليك، دي بنسميها قواعد قانونيه. وده المعنى العام او الواسع: كل القواعد اللي بتطبق في الدوله، سواء اللي اصدرتها السلطه التشريعيه سواء اصدرتها السلطه التنفيذيه، وهنقول ايه الفرق ما بينهم قدام. تمام؟ طيب، يعني ايه السلطه التنفيذيه؟ يعني اللي اصدرها، سواء القواعد اللي اصدرها رئيس الجمهوريه او رئيس الوزراء، او القواعد اللي صدرت عن مجلس النواب، دول كلهم بيسموا قواعد قانونيه. تمام؟ بس بالمعنى العام او الواسع. تمام؟ انا عندي قواعد قانونيه في الدوله بالمعنى العام او الواسع، كل قاعده قانونيه بتطبق في الدوله. اللائحه اللي بتخش تلاقيها في وزاره التعليم، او في اي وزاره من الوزارات، اللائحه اللي بتخش تلاقيها في السجل المدني بتقول لك ايه؟ ان تنظيم العمل هيكون من الساعه كذا للساعه كذا للساعه كذا للساعه كذا، وان الموظف ما ينفعش يمشي قبل كذا، وان الموظف لازم يبصم. دي بنسميها لائحه. اللائحه دي اصدرها مين؟ رئيس الوزراء. ماشي؟ اللائحه دي بتعد قاعده قانونيه بالمعنى العام او الواسع. اما انا عندي قواعد قانونيه بالمعنى الضيق. ايه بقى القواعد القانونيه بالمعنى الضيق؟ قال لي القواعد اللي بتصدر عن السلطه التشريعيه فقط. ما انا قلت لك ان انا عندي قواعد بتصدر عن مجلس النواب، وقواعد بتصدر عن السلطه التشريعيه، عن السلطه التنفيذيه اللي هي رئيس الجمهوريه، وفي قواعد اصلا بتصدر عن مين؟ عن حاجه اسمها الجمعيه التاسيسيه، هناخدها قدام. كل القواعد اللي موجوده في الدوله، سواء اصدرتها السلطه التنفيذيه او اصدرتها السلطه التشريعيه اللي هي مجلس النواب، السلطه التنفيذيه اللي هي رئيس الجمهوريه او رئيس الوزراء، او السلطه التشريعيه اللي هي مجلس النواب، او الجمعيه التاسيسيه اللي انا بقول لك اللي هتصدر الدستور،
كل دول بنسميهم القانون بالمعنى العام. اما القانون بالمعنى الضيق هو القواعد اللي بتصدر عن السلطه التشريعيه اللي هي مجلس النواب بس. القانون اللي بيروح مجلس النواب عندنا احنا في مصر، القانون اللي بيروح مجلس النواب المصري اللي بيصدر عن مجلس النواب، اللي مجلس النواب بيبدا يناقشه جوه والاعضاء يقولوا رايهم، وبعد كده يتعرض على رئيس الجمهوريه والكلام ده كله، ده صدر عن مجلس النواب، ده القانون بالمعنى الضيق. طب انا بدرس ايه في المدخل؟ بدرس القانون بالمعنى العام او الواسع، كل القواعد القانونيه اللي موجوده في الدوله اللي بتبدا بالدستور، بعد كده الاقل منه في الدرجه اللي هو القانون اللي صدر عن السلطه التشريعيه او مجلس النواب، والثالث اللي هو مين؟ اللي هو اللوائح اللي بتصدر عن السلطه التنفيذيه. ماشي. القانون عندي في مصر قانون بالمعنى العام او الواسع متدرج. الدستور اعلى حاجه، القانون الصادر عن مجلس النواب تاني حاجه، تالت حاجه اللائحه. لا يجوز للائحه انها تخالف القانون الصادر عن السلطه التشريعيه، ولا يجوز للقانون الصادر عن السلطه التشريعيه انه يخالف الدستور. كل قاعده ادنى لا يجوز ليها انها تخالف القاعده الاعلى، القانون بيقول لك كده. تمام. طيب ايه بقى الخصائص القانون بالمعنى العام او الواسع؟ ليه تعريف، التعريف بتاعه هي خصائص بتاعته. احنا دلوقتي هنبدا بقى نميز القانون عن اي حاجه تانية. القانون عن القاعده العرفيه اللي احنا بنقعدها، القانون عن قواعد الاخلاق، القانون عن الدين اللي نزل من عند ربنا سبحانه وتعالى. القانون بيتميز عن كل دول بمجموعه من الحاجات هنقول عليها دلوقتي. ايه بقى الحاجات اللي بتميز القانون عن غيره؟ واحد، ان قواعد القانون هي قواعد عامه ومجرده. تعريف القانون بالمعنى العام ايه؟ أنه مجموعة القواعد القانونية العامة والمجردة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع وتقترن بجزاء يوقع على المخالف. تمام؟ طيب يبقى أنا عندي 3 خصائص للقاعدة القانونية، 3 خصائص لو توافروا، 3 حاجات لو توافروا بقول إن في قانون. 1، أن قواعده عامة ومجردة، وهنقول معنى عامة ومجردة إيه دلوقتي. 2، أن قواعده تنظم سلوك الأفراد في المجتمع. 3، أن قواعده ملزمة وتقترن بجزاء يوقع على المخالف. يبقى إيه؟ أن قواعده عامة ومجردة. من التعريف هنجيب الخصائص، قواعد عامة ومجردة بتنظم سلوك الأفراد في المجتمع، بتقترن بجزاء بيوقع على المخالف. القانون أسهل مما تتخيل. البداية بس هتلاقي البداية فيها قلق شوية وفيها صعوبة، إنما بعد كده بعد لك وإحنا بنشرح بعد لك بسرعة، فهتلاقي الدنيا سهلة جدا جدا فوق ما تتخيل ان شاء الله. بس حاول تكمل الفيديو في كل مره للنهايه، لان انت محتاج كل درجه في الكليه. الدرجه دي بتخليك تتخانق، تحصل خناقه وانت بتقدم في النيابه العامه. الدرجه دي بتخليك تحصل خناقه وانت بتقدم في مجلس الدوله. الدرجه دي بتخليك، فانت لو غرضك انك تخش النيابه العامه او تخش مجلس الدوله، انت حق مشروع ليك. ومش كل اللي بيدخلوا وسايط، لا، في ناس بتدخل ومش وسايط. الناس اللي بتدخل ومش وسايط دي بتبقى ناس متفوقه بتطلع من الاوائل، وانت لحد الوقت اللي احنا فيه ده تقدر تطلع من الاوائل، لان الوقت ما فاتش، انت لسه قدامك كتير تقدر تكمل. طيب نكمل. يبقى احنا قلنا موضوع دراستنا القانون بالمعنى العام او الواسع. تمام. القانون اصلا بالمعنى العام او الواسع في القواعد اللي من ضمن القواعد القانونيه اللي تتعلق بالمعنى العام او الواسع، قلنا القواعد اللي هي في المرتبه الثانيه اللي هي القواعد القانونيه الصادره عن السلطه التشريعيه، صح؟ قلنا كده دلوقتي. يبقى انا هدرس القانون بالمعنى العام او الواسع، يبقى مش هدرس القواعد المتعلقه بالسلطه التشريعيه بس اللي هي مجلس النواب، لا، ده انا هدرس القواعد المتعلقه بالسلطه التنفيذيه والتشريعيه واللي متعلقه بالجمعيات اللي الجمعيات التاسيسيه بتصدرها بعد الاستفتاء الشعبي اللي هي الدستور. 3 حاجات دول انا هدرسهم. طيب نكمل. قلنا ان القانون لازم يتوافر فيه خصائص معينه، قلنا 3 خصائص. يعني ايه خصائص؟ يعني الحاجات اللي بتميز القانون عن الدين والحاجات اللي بتميز القانون عن الاخلاق. تمام. طيب ايه بقى اللي بيميز القانون عن الاخلاق؟ ايه اللي بيميز القانون عن الدين؟ 1، ان قواعد القانون قواعد عامه ومجرده. 2، ان قواعد القانون بتنظم السلوك الاجتماعي. 3، ان قواعد القانون ملزمه. طيب معلش فهمني بقى واحده واحده. يعني ايه قواعد القانون عامه ومجرده؟ قال لي عشان نقول ان في قانون لازم قواعده تكون بتطبق، ده معنى عام ومجرد، انها بتطبق على الاشخاص بالصفه مش بالذات. يعني معناها ايه؟ هقول لك دلوقتي. وانها تكون بتطبق على الوقائع بشروطها مش بعينها. افهمك بقى يعني ايه بتطبق على الافراد بالصفه مش بالذات. بتطبق على الفرد بالصفه
مش بالذات. معناها ايه؟ انا هقول لك مثال وانت قول لي ايه الفرق وانت قاعد في البيت كده. انا لما اقول لك كل الطلاب لازم يجوا بكره الفصل عاملين الواجب، طيب، غير لما اقول لك اسامه لازم يجي بكره عامل الواجب، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ان انا مره خاطبت كل الطلاب ومره خاطبت اسامه بذاته. القانون بيخاطب كل الناس، بيخاطب كل الطلاب اللي في الفصل، ده اقول عليه قانون. ليه؟ لانه خاطب اتكلم معاهم بصفتهم طلاب، ما كلمش بذات اسامه بعينه، لا، ده اتكلم عليهم كلهم بصفتهم طلاب. فالقانون بيكلم الناس بصفاتهم، ما بيجيش يقول اسامه ولا محمد ولا محمود، لا، بيجي يتكلم يقول لك كل الطلاب، كل التجار. السارق ده احنا قلنا اسامه ولا محمود ولا محمد؟ لا، انا بقول اي حد هيسرق. فالقانون بيخاطبك بصفتك مش بذاتك. وايه الفرق ما بين الصفه والذات؟ الصفه ان انا بكلم ناس كتير، انما الذات بكلم مين؟ الذات بكلم شخص، بقول بسمي حد. يبقى القانون بيخاطب الاشخاص ايه؟ بصفاتهم مش بذاتهم. لما اقول لك كل من بلغ سن الرشد، يعتبر قد بلغ سن الرشد كل من بلغ 21 سنة. هو انا قلت اسامة لو بلغ 21 سنة هيبقى كمل سن الرشد؟ لا، انا بقول لك اي حد في الدولة عايش في الدولة هيبلغ، هيبقى عنده 21 سنة، هيبقى سن الرشد، هيقدر يتعامل مع الناس ويقدر يبيع ويشتري والكلام ده كله. يبقى انا هنا بخاطب الشخص بايه؟ بصفته مش بذاته. ما اتكلمتش على واحد بعينه، انا بتكلم على كل الناس. لما اقول لك بالذات يبقى انا بكلم واحد لوحده، انما لما اكلم مجموعه بكلم الكل، يبقى انا بخاطب الناس بصفاتهم طلاب، بصفاتهم حراميه، بصفاتهم تجار، بصفاتهم محامين. لما اقول قانون المحامين ده بيخاطب مين؟ بيخاطب بالصفه ولا بالذات؟ لا، بيخاطب بالصفه. ليه؟ لان هو بيتعلق بالمحامين. ما قالش المحامي الفلان اسامه المحامي، ما قالش احمد المحامي، ما قالش محمود المحامي. يبقى القانون بيخاطب الاشخاص بصفاتهم مش بذاتهم، وبيخاطب، احنا اتكلمنا كده عن بالنسبه للشخص، بالنسبه لاسامه والطلاب. طيب، وبيخاطب الوقائع بشروطها مش بعينها. يعني ايه بيخاطب الوقائع بشروطها مش بعينها؟ هو انا لما جيت اتكلمت عن السرقه قلت السرقه اللي تمت في المكان الفلاني الساعه كذا، ولا قلت اي سرقه هتتم في انحاء جمهوريه مصر العربيه هنطبق عليها؟ لا، انا بقول اي سرقه. لما القاعده تيجي تقول لك السارق سيطبق عليه مثلا حد من 24 ساعه لسنتين، هو انا اتكلمت عن السرقه اللي تمت في اسيوط الساعه كذا، ولا بتكلم على اي سرقه هتتم في الدوله؟ لا، طبعا بتكلم على اي سرقه هتتم في الدوله. اذا فالقانون بيجي يحدد شروط معينه لو توافرت في الواقع، في الحاجه اللي حصلت دي. الواقع اللي انا اقصد ايه بالواقع؟ اقصد الحاجه اللي حصلت، السرقه، اقصد القتل، اقصد الاغتصاب، اقصد التحرش. القانون بيشترط شروط معينه في الواقعه دي. لو الشروط دي تحققت، الواقعه بتبقى اتحققت بغض النظر هي تمت فين. فهو بيقول لك القانون بيطبق على الوقائع بشروطها. انا بقول امتى هتتحقق السرقه؟ لو في شروط معينه. ما اتكلمتش عن السرقه اللي تمت في المكان الفلاني. لو حددت سرقه معينه يبقى دي انا وقعت سرقه معينه تمت في مكان فلاني، يبقى انا بحددها بعينها. انما لما اقول اي سرقه هتتم في انحاء الجمهوريه، يبقى انا بتكلم عن ايه؟ عن القانون، عن الوقائع بشروطها. بشترط شروط معينه لو توفرت، لو بقت موجوده هنطبق حد السرقه ايا كان السرقه تمت فين. ما حددتش واقعه بعينها. فالقانون بيخاطب الوقائع بشروطها مش بعينها. انا لما اقول لك اي حد هيبلغ سن الرشد يجب عليه اداء الخدمه العسكريه، الواقع هنا ايه؟ اداء الخدمه العسكريه. انا ايه الشروط اللي انا اشترطتها؟ اشترطت ان انت لازم تبقى عندك 21 سنه. يبقى انا ما قلتش اسامه لو بقى عنده 21 سنه هيأدي الخدمه العسكريه، انا ما بقولش كده. انا بقول اي حد هيتواجد في نفس الظروف هيبقى عنده 21 سنه، شرط اهو عشان الواقع تتحقق، عشان يأدي الخدمه العسكريه لازم يبقى ايه؟ لازم يبقى بالغ سن الرشد. اي حد هيبلغ سن الرشد هيأدي الخدمه العسكريه. ما قلتش اسامه ولا غيره ولا غيره ولا غيره. ما قلتش اداء الخدمه العسكريه على حد، ما اتكلمتش على حد بعينه. يبقى انا قلت القانون بيطبق على الاشخاص بالصفه مش بالذات، ما بيحددش شخص واحد. القانون بيطبق على الوقائع بشروطها مش بعينها. يعني ايه؟ يعني لما جه اتكلم عن واقعه معينه، اتكلم عن واقع اشترط شروط معينه، طالما توفرت الشروط اتحققنا بقينا قدام قاعده قانونيه. ما حددناش واقعه بعينها. لو انا حددت واقع بعينها، القانون ما بقاش عام ومجرد، وبالتالي ما بقاش قانون. ليه؟ لو انا جيت
لو جه مجلس النواب طلع حاجه قال فيها لو السرقه تمت في اسيوط في البداري الساعه كذا في الوقت الفلاني اللي كذا، هنعتبرها سرقه ويعاقب بكذا. ده مش قانون. ليه؟ لانه حدد الواقعه بعينها، ولانه اتكلم على شخص بذاته. انما القانون بيتكلم شخص بصفته، بيكلم كل الناس، ما بيخاطبش حد لوحده. دي حاجه. الحاجه التانيه بيتكلم عنه اي واقعه تتم في الدوله، ما بيتكلمش عن واقعه واحده بس. تمام. قال لي بس انت ما في حاجات برضو انت لسه ما كلمتنيش عنها. طيب. قال لي انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا. قلت له ايه؟ قال لي تعرف ان القاعده اللي بتخاطب رئيس الجمهوريه وبتحدد مدته دي قاعده عامه ومجرده، يعني قاعده قانونيه. انت يا عم هتجننا ولا ايه؟ انت مش قلت لي القاعده اللي تكلم شخص بعينه او اللي تكلم شخص بذاته ورئيس الجمهوريه هنا انا بتكلم على شخص، فيبقى كده مش قاعده قانونيه؟ قلت له لا، ركز معايا، انا بقول لك بتخاطب الشخص بصفته مش بذاته. يعني معناها ايه؟ هو انا لما اتكلمت على رئيس الجمهوريه قلنا مده رئيس الجمهوريه 6 سنوات، هي دي قاعده قانونيه ولا لا؟ طبعا قاعده قانونيه. طب ازاي رغم انها بتطبق على شخص واحد؟ القاعده اللي بتحدد مرتب رئيس الوزراء هي دي قاعده قانونيه ولا لا؟ يعني فيها بتتوافر فيها صفه العموم والتجريد ولا لا؟ يعني بتطبق على الصفه مش بالذات، وبتطبق على الوقائع بشروطها ولا لا؟ طبعا. ازاي انت هتجنني يا عم؟ انت هتجنني ازاي؟ ما انت لسه بتقول لي انها لازم ما تطبقش على شخص واحد. لا انا ما قلتش كده، انا بقول انها لما تخاطب شخص تخاطبه بصفته مش بذاته. يعني القاعده اللي بتحدد مده رئيس الجمهوريه قالت 6 سنوات، هي دي بتكلم الرئيس عبد الفتاح السيسي بس؟ ولا بتكلم الرئيس مبارك بس؟ ولا اي حد هيشغل منصب رئيس الجمهوريه هيبقى مدته 6 سنوات؟ لا، بتكلم اي حد هيشغل منصب رئيس الجمهوريه. يبقى اذا هي بتكلم الاشخاص اللي هيتواجدوا في المنصب ده بصفاتهم مش بذاتهم. لو قلت مده الرئيس عبد الفتاح السيسي 6 سنوات، هنا دي مش قاعده قانونيه. ليه؟ لانها كلمته بذاته. انما لما اقول مده رئاسه الجمهوريه 6 سنوات، انا بتكلم على اي حد هيشغل منصب رئيس الجمهوريه. يبقى دي قاعده قانونيه لان احنا بنتكلم عليها هنا بالصفه. اتكلمنا على صفته كرئيس جمهوريه، ما اتكلمناش عليه بذاته كعبد الفتاح السيسي. تمام. طيب، ده اكتر من كده. يبقى قاعده ممكن تطبق على شخص واحد ومع ذلك تظل محتفظه بصفه العموم والتجريد. ده اكتر من كده. ايه الاكتر من كده؟ ده القاعده ممكن تطبق على فئه معينه وتظل محتفظه بصفه العموم والتجريد. ازاي؟ انت مش قلت لي لازم القاعده تطبق على الكل؟ قلت لك لا، ان القاعده لما تخاطب حد تخاطبه بصفته مش بذاته. طب هي القاعده ممكن تخاطب فئه معينه وتظل محتفظه بصفه العموم والتجريد، يعني تظل بتطبق بالصفه مش بالذات، وتظل بتطبق على الواقع بشروطها مش بعينها، وبالتالي تفضل قاعده قانونيه ما تبقاش مش قاعده قانونيه؟ قلت له اه. قال لي ازاي؟ قلت له ما هي صفة العموم والتجريد العبرة في الصفة مش بالذات. بإيه؟ بإن أنا لما بكلم أشخاص بكلمهم أحمد ومحمد ومحمود ولا بكلمهم كلهم؟ لا، أنا بكلمهم كلهم. يعني قانون مثلا التجارة ده بيخاطب مين؟ بيخاطب التجار. ما هو بيطبق على فئة معينة، ومع ذلك بيبقى قاعدة قانونية وبيظل محتفظ بصفة العموم والتجريد. تمام؟ يبقى القانون يظل محتفظ بصفة العموم والتجريد حتى ولو خاطب فئة معينة. زي مين؟ زي المحامين. زي مين؟ زي التجار. تمام؟ ده أكتر من كده. ده القانون بيظل محتفظ بصفة العموم والتجريد حتى ولو طبق على منطقة معينة بس من أرجاء الدولة. هديك مثال. حالة الطوارئ أو قانون الطوارئ، حظر التجوال، ده مفروض في سينا من إمتى؟ من 2011 وخصوصا من 2014. طب ما هو ده قانون بيطبق على مين؟ على اهل سينا بس. هو كده مظل محتفظ بصفه العموم بالتجريد؟ هو انا حددت شخص في سينا؟ حددت واقعه في سينا؟ لا، انا بقول اي حاجه هتتم في سينا عشان ظروف معينه هتطبق عليه. فاذا دي قانون برضه. ليه؟ لانه بتتوافر فيه صفه العموم والتجريد. لما حددنا القانون اللي هيطبق في سينا حددنا هيتطبق على كل الناس هناك. 2، هيتطبق على مين؟ هيتطبق على كل اهل سينا في الاول. الحاجه الثانيه هيطبق على كل واقعه تتم في سينا، مش في حته معينه، مش واقعه معينه، لا، ده واقعه بشروطها. شروط معينه دي لو توفرت في اي واقعه تتم في سينا هنطبقها عليه. تمام. ده اكتر من كده. ده القانون بيظل محتفظ بصفه العموم والتجريد حتى ولو طبق لفتره معينه. ازاي؟ انا عندي قانون الطوارئ. قانون الطوارئ ده لما جينا نطبقه بيتطبق لعدد شهور معين، بعد كده
يجوز مده المره تانية وما يجوزش مده. يعني لو مجلس النواب وافق على مده بيتمد، وما وافقش على مده ما بيتمدش. ما هو قانون الطوارئ ده بيجي المده ويتلغي. هو قانون الطوارئ ده بيحتفظ بصفه العموم والتجريد طبعا. طب ليه؟ ما هو احنا قلنا العموم والتجريد معناه ايه؟ انه يطبق على الناس بالصفه مش بالذات، على الوقائع بشروطها مش بعينها. طب هو قانون الطوارئ بيطبق على مين؟ بيطبق على اسامه ولا محمد؟ لا، احنا ما حددناش محمد او محمود. بيطبق على اي حد عايش في المكان ده، اي حد عايش في مصر. يعني احنا لو هنطبق قانون الطوارئ في مصر، اي حد عايش في مصر هيطبق عليه قانون الطوارئ. هنشوف نصه بتقول ايه وهنطبقها على الناس. طب هو قانون الطوارئ ده بيطبق على على الواقع اللي تمت في المكان الفلاني الساعه كذا؟ لا، ده القانون بيطبق على اي واقع هتتم في اي وقت. تمام؟ القانون اي واقع القانون بيخاطبه. تمام؟ ده بالنسبه لصفه العموم والتجريد. يبقى صفه العموم والتجريد معناها ايه؟ ان القانون يطبق على الشخص بصفته مش بذاته. يعني ايه بشخص صفته مش بذاته؟ بيخاطب مجموعه، ما بيخاطبش فرد. بيتكلم عن الطلاب، بيتكلم عن الحراميه، بيتكلم عن المحامين، بيتكلم عن القضاه. قانون السلطه القضائيه ده بيتكلم عن القضاه بس. ومع ذلك هو ما خاطبش القاضي الفلاني ولا القاضي العلاني، ده بيتكلم على كل القضاه، يبقى بيخاطبهم بصفاتهم مش بذاتهم. القانون اللي بيحدد مرتب رئيس الجمهوريه، هو حدد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ لا، ده بيتكلم على اي رئيس جمهوريه يجي في المنصب ده، يبقى بيتكلم على صفته كرئيس جمهوريه، مش على ذاته كعبد الفتاح السيسي. تمام؟ في اي مشكله في اللي انا بقوله؟ لا، الكلام بسيط جدا. طيب، ايه الخاصيه الثانيه؟ قال لي الخاصيه الثانيه اللي بتتعلق بالموضوع ده اسمها ان القانون بينظم سلوك اجتماعي. يعني ايه بينظم سلوك اجتماعي؟ من ناحيتين. واحد، القانون ما بيتواجدش الا في المجتمع. يعني ايه في المجتمع؟ انا خليني دلوقتي كأسامة عايش في مصر لوحدي، فرد عايش في كل انحاء مصر لوحدي، احتاج قانون؟ لا طبعا، لان انا هقدر اسخر كل حاجه لخدمتي، هقدر اخلي البيوت دي كلها ملكي، هقدر اخلي كل الحدائق اللي في مصر بتاعتي، هقدر اخلي كل الاماكن تشتغل لحسابي، فمش محتاج قانون. امال القانون بيجي امتى؟ القانون بيجي حيث يتواجد المجتمع. لازم يتواجد الانسان مع غيره من الناس عشان نبدا نقول فيه قانون. يبقى القانون بيتواجد امتى؟ حيث يوجد المجتمع، حيث يتواجد الناس. الانسان في معامله مع شخص ومع اتنين ومع تلاته، في ناس عايشين معاه وعايشين حواليه في البيئه المحيطه، فاحنا بنحتاج هنا قانون عشان ينظم العلاقه ما بينهم فما تحصلش مشاكل. لان القانون جه اصلا عشان ينظم حاجه واحده بس، وهي العلاقه ما بين الناس وبعضهم البعض، علاقه الفرد بغيره. طيب، هو القانون ده بنجيبه منين؟ من المجتمع. يعني ايه القانون بنجيبه في المجتمع؟ مش انا بقول لك القانون اجتماعي؟ يعني ايه قانون اجتماعي؟ بنجيبه من المجتمع. يعني انا دلوقتي ينفع واحده تمشي بالمايو هنا في مصر؟ لا، الا في اماكن محدده. انما لو واحده مشيت بالمايو في فرنسا، هنا في مصر هنلبسها جريمه، نقول فعل فاضح في الطريق العام وبتاع، ونلبسها مصيبه. طب هناك في فرنسا؟ قال لي لا، هناك في فرنسا لو واحده مشيت بالمايو مش هيقولوا لها اي حاجه. طيب، حاجه مثال احسن من كده ايه هو؟ ممارسه علاقات غير مشروعه في مصر هنا من غير جواز، جريمه ولا لا؟ جريمه. ممارسه علاقه غير مشروعه ما بين راجل وست من غير جواز في فرنسا عادي. طب هو القانون اللي اتكلم عن الواقع دي جبناه منين؟ جبناه من ان المجتمع الفرنسي ده عادي عنده، فخدناه من العادي عنده حطيناه في القانون. واحنا هنا في مصر مش عادي عندنا، لان احنا عندنا هنا مبادئ الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع، فخدنا القواعد دي حطيناها فين؟ حطيناها في القانون. عشان كده بقول لك ان هي لو الست مشيت بالمايو هنا في مصر هتلبس مصيبه. تمام؟ طيب، ده بالنسبه لايه؟ لقاعده ان هو سلوك اجتماعي. بس سلوك اجتماعي مقصود بيها حاجه تانية، ان هو القانون ما بيخاطبش النيه، القانون بيخاطب السلوك الخارجي. هديك مثالين وهفرق لك ما بينهم وهيفهموك يعني ايه قصدي ما بيخاطبش النيه، بيخاطب السلوك الخارجي. انا فكرت ان اقتلك بس ما قتلتكش، انا فكرت ان اقتلك وقتلتك. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ الفرق ما بين الاتنين ان الحاله الاولانيه اللي انا فكرت اقتلك وما قتلتكش، انا ما عملتش حاجه، القانون هيحاسبني على اللي جوه؟ هو القانون هيخش جوه نيتي؟ لا. فالقانون ما بيتكلمش، ما بيحاسبش النيه. امال امتى القانون يحاسبني؟ القانون يحاسبني لما النيه تخرج ويبقى في مظهر خارجي. مظهر خارجي يعني ايه؟ عايز اقتلك ورحت قتلك، جوايا فكرت ان اقتلك ورحت قتلتك، فكرت ان اسرقك ورحت سرقتك. طب فكرت ان اسرقك وما سرقتكش، القانون ما يحاسبنيش.
يبقى القانون لا يخاطب النوايا، القانون يخاطب السلوك الخارجي. اول ما تطلع بايدك وتروح تضرب فلان القانون يحاسبك، اول ما تطلع بايدك وتمد ايدك فتختلس الفلوس بتاعت فلان القانون يحاسبك. تمام؟ يبقى القانون ايه؟ قاعدة سلوك اجتماعي. بيخاطب ايه؟ بيخاطب السلوك الخارجي، ما بيخاطبش النية. في حالة واحدة بس القانون بيخاطب النية، اللي انا لسه بحكي لك عنها، ان النية تظهر في مظهر خارجي. ده القانون جه قال لك ايه؟ كل من قتل نفسه مع سبق الاصرار او الترصد يعاقب بالاعدام. قصده هنا يقول لك ايه؟ اي حد هيقتل، تمام، وكان في نيته ان هو يقتل. يعني ايه؟ يعني ايه سبق الاصرار؟ قاعد مستنيني وعمال يفكر لي عشان يقتلني. القانون جه قال لك لا، ما هو قاعد يفكرني معناها ان نيته، واحد في نيته انه يقتلني فقعد يفكر لي وبتاع وجه قتلني، القانون بيديله اعدام. لانه لو ما كانش فيه النيه انه يقتلني، قابلنا بعض في الشارع فشدنا مع بعض فقتلني، هنا ما كانش فيه النيه انه يقتلني. ده لما اتقابلنا في الشارع حصلت ما بيننا مشكله، في الوقت ده نشأ الخلاف، ففي الوقت ده قتلته، انما مش مستنيه عشان اقتله. فرق ما بين الاثنين، الاولانيه بياخد فيها مؤبد، اللي هي ما فيش نيه بياخد فيها مؤبد، انما الثانيه بياخد فيها اعدام. فالقانون يحاسبك على النيه امتى؟ لو طلعت لبره. واضح؟ واضح. دي تاني حاجه، ان هو قاعده سلوك اجتماعي. اهم حاجه في القاعده القانونيه ايه بقى؟ انها ملزمه. يعني ايه ملزمه؟ يعني القاعده القانونيه غصب عنك هتحترمها. انت الدين المفروض انك غصب عنك هتحترمه، بس ما حدش هيحاسبك، اللي هيحاسبك ربنا لما تطلع له فوق. الاخلاق، انت لو كذبت القانون هيحاسبك ولا ليه علاقه بيك، لما تطلع عند ربنا ربنا يحاسبك. لما الناس هتبص لك باستحقار، ده الراجل الكذاب اهو، انما مش هيبقى ملزمه بالنسبه لك، مش هنطبق عليك جزاء. تمام؟ طيب، يبقى اهم حاجه في القاعده القانونيه انها ملزمه، بتفرض على الاشخاص جبرا عنهم مش بمزاجك، كده كده هنطبقها عليك. لو خالفت القاعده القانونيه هنطبقها عليك. لو قتلت هنعدمك، لو سرقت هنطبق عليك الحد بتاعها، فهي ملزمه. طب هي الالزام جاي منين؟ جاي من ان كل قاعده قانونيه فيها جزاء. يعني ايه جزاء؟ الاثر المترتب على مخالفه القاعده القانونيه. فانا بقول لك كل من قتل نفس مع سبق الاصرار يعاقب بالاعدام. فين الالزام جاي منين؟ جاي من يعاقب بالاعدام، ان انا حطيت لك جزاء انك لو قتلت هعاقبك بالاعدام. يبقى هنا ما عنديش اي مشكله. يبقى انا عندي بقول ايه؟ بقول كل من قتل نفس مع سبق الاصرار يعاقب بالاعدام. الجزاء فين؟ الجزاء ان هو انت تتعاقب بالاعدام. كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم مرتكبه بالتعويض. انا بقول لك انك انت لو اخطأت في حق غيرك هنفرض عليك جزاء. الجزاء هو ايه؟ الاثر اللي ترتب على انك خالفت، على انك انت ايه؟ اخطأت في حق غيرك. فهنعمل فيك ايه؟ هرتب عليك اثر معين، الاثر ده ايه؟ انك هتعوضه، هتديله فلوس. ده بنسميه الجزاء. الجزاء ده فيه خصائص. واحد، انه مادي محسوس. بص، في فرق ما بين الجزاء اسمه جزاء مادي وما بين جزاء اسمه جزاء معنوي. ايه الفرق ما بين الجزاء المادي والجزاء المعنوي؟ الجزاء المادي هو الجزاء اللي بيلمس حاجة من اتنين، يا جسمك يا مالك. يلمس مالي يعني ايه؟ كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم مرتكبه بالتعويض. ده انت اي حد هتخطئ في حقه هتديله فلوس. ده جزاء مادي محسوس او مادي ملموس طبعا. ليه؟ لانه لمسني في مالي، تاخد جزء من مالي فانا حسيت بيه. طيب، السارق هيطبق عليه عقوبة من 24 ساعة لسنتين. هو ده جزاء مادي محسوس؟ طبعا. ليه؟ لأنه لمسني في جسمي. يبقى الجزاء المادي الملموس أو المحسوس هو اللي بيلمس الشخص في حاجتين، في ماله أو في جسمه. وجزاء القانون جزاء مادي محسوس، لأنه بيلمسك إما في مالك إما في جسمك. إما بناخد منك تعويض، بناخد منك فلوس، أو بنعمل إيه؟ أو بنفرض عليك فرض معين. تمام؟ يبقى بيلمس إيه؟ مالي أو جسمي. ده الجزاء المادي المحسوس. وجزاء القاعدة القانونية جزاء مادي محسوس. 2، جزاء حال غير مؤجل. يعني إيه حال غير مؤجل؟ يعني هو دين أنا خالفت فهطلع مستني لما أموت عشان أطلع فوق عند ربنا يحاسبني؟ لا، ده أنت أول ما بتقتل السلطات بتبدأ تدور عليك عشان تطبق عليك. فهو جزاء حال غير مؤجل.
جزاء مخالفه، لو خالفت القاعده القانونيه هناخدك على طول عشان نطبق عليك القاعده القانونيه، لو اخطات في حق غيرك هيرفع عليك دعوه في الحال فهتدفع الفلوس. جزاء حال غير مؤجل، مش مؤجل للاخره، ده بتتعاقب عليه في الدنيا على طول. 2 3 توقعه السلطه العامه. اهم ميزه في الجزاء ايه هو؟ ان السلطه العامه هي اللي بتطبقه. مين السلطه العامه؟ الدوله. الدوله هي اللي بتطبق عليها الجزاء. ده من اهم خصائص الجزاء. من اهم خصائص الجزاء اللي هو بيترتب على مخالفه القاعده القانونيه ايه هو؟ ان السلطه العامه هي اللي بتوقع عليا. مفيش فرد بيطبق على فرد غيره. يعني انا ما قتلتش واحد فيجي اهله يقتلوني، مفيش منه الكلام ده. امال ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الدوله هي اللي بتطبق عليها الجزاء. مفيش فرد بيطبق على فرد الجزاء، الجزاء بيطبق من الدوله. تمام؟ طيب انا عندي انواع للجزاء. الجزاء ما احنا قلنا في قاعده: كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم مرتكبه بالتعويض. ده جزاء مدني. ليه؟ لانه هيلمس فلوسي. في جزاء ايه تاني؟ في جزاء جنائي. ايه الجزاء الجنائي؟ كل من قتل نفسا على سبق الاصرار او الترصد يعاقب بالاعدام. ده جزاء جنائي، لان سيادتك لو غلطت هنعاقبك في جسمك. وفي جزاء اسمه جزاء اداري، وده بيوقع على الموظفين. ايه الفرق بقى بين الجزاء الجنائي؟ دي انواع الجزاء: جزاء مدني ده اللي بيتعلق بالمعاملات، بناخد منك فلوس لو انت اخطأت. جزاء جنائي ده بيطبق على جسمك، بنحبسك، بنسجنك، بناخد منك فلوس في المخالفات. وفي جزاء تالت اسمه جزاء اداري، وده بيطبق على الموظفين. الجزاء الجنائي، قال لي الجزاء الجنائي ده ده الاثر المترتب على مخالفه قواعد القانون الجنائي اللي لسه قايلين عليه، اللي هو اللي قتل هنعاقبه بكذا، اللي سرق هنعاقبه بكذا، اللي اغتصب هنعاقبه بكذا، اللي تحرش هنعاقبه بكذا. تمام؟ بنطبق على مين؟ عليهم الكلام اللي انا بقول عليه ده. طيب الجزاء الجنائي قلنا ايه؟ اللي بيترتب على مخالفه القانون الجنائي. تمام؟ طيب هو انا الجرائم عندي ايه والعقوبات ايه؟ الجرائم عندي 3 انواع من الجرائم: جنايات وجنح ومخالفات. كل واحده من دول ليها عقوبه. يبقى الجرائم 3: جنايات وجنح ومخالفات. وهناخد الجرائم دي اكتر فين؟ في علم الاجرام والعقاب. يبقى انا الجرائم عندي 3: جنايات وجنح ومخالفات. الجنايات، الجرائم مالها؟ الجنايات ليها عقوبات معينه، ليها 4 عقوبات: اما الاعدام، اما السجن المؤبد، اما السجن المشدد، اما السجن العادي. السجن المؤبد بعد 20 سنه بيخرجك ويديك 5 مراقبه بوليس. الاعدام كده كده بيشنقك. امال السجن العادي والسجن المشدد اللي هي عقوبه الجنايات دول بيبقوا من 3 سنين ل 15 سنه. تمام؟ يبقى انا عندي 4 عقوبات للجنايات، الجرائم المتعلقه بالجنايات. الجنايات اللي هي ايه؟ قتلت، سرقت، اغتصبت، اي حاجه. العقوبات اللي هي ايه؟ هديك 2 هديك 5 هديك 7 هديك وهكذا. عندي 4 عقوبات للجنايات: اعدام، سجن مؤبد، سجن مشدد، سجن عادي. طيب والجنح؟ الجنح ليها عقوبتين: اما الحبس من 24 ساعه ل3 سنين، او الغرامه اللي بتزيد عن 100 جنيه. ده لو انت عملت جنحه من الجنح زي السرقه. تمام؟ طيب في حاجه عندي كمان اسمها المخالفات. المخالفات عقوبتها ايه؟ المخالفات دي ما هي جريمه، عقوبتها ايه؟ عقوبتها الغرامه اللي بتقل عن 100 جنيه. ده الجزاء الجنائي. طيب عندي جزاء اسمه جزاء الاداري، ده اللي بيوقع بقى على الموظفين. الدوله انت عملت اي حاجه فبتطبق عليك الجزاء الاداري. طب اديني مثال. هديك مثال: واحد فصلوه من الخدمه، واحد عمل مشكله في الخدمه ففصلوه، واحد خصموا له من المرتب، واحد عاقبوه باي حاجه. دي بنسميها ايه؟ جزاء اداري. جزاء اداري لانه بيطبق على الموظفين فقط. ثالث نوع من الجزاء بنسميه الجزاء المدني. ايه الجزاء المدني ده؟ اللي بيتعلق بالمعاملات اللي بتتم ما بين الناس. القانون المدني بيطبق على العلاقات اللي بيكون فيها معاملات ما بين الناس. تمام؟ طيب الجزاء المدني ده 5 انواع. 1: التنفيذ العيني. يعني ايه التنفيذ العيني؟ انا مش عايزك تشغل بالك بال5 انواع من الايه؟ من الجزاءات دول، بس تعرفهم معناهم ايه بسرعه، لان هي مش موضع امتحان قوي. التنفيذ العيني ده ايه؟ التنفيذ العيني
انا وانت اتفقنا على اننا هنشتري عربيه. ايه هو التنفيذ العيني؟ معناه ايه؟ اجبار المدين على تنفيذ عيني ما التزم به. طيب هو مين الدائن ومين المدين؟ الدائن ده اللي ليه فلوس عند المدين، المدين ده اللي المفروض يدي فلوس للدائن، ده اللي مديون، المدين ده اللي مديون بفلوس لحد تاني. طب والشخص اللي ليه عند التاني فلوس ده بنسميه الدائن. فهو اجبار المدين على تنفيذ عيني ما التزم به. انا جيت اشتريت منك عربيه، تمام، اديتك فلوسها، قلت لي خلاص هسلمك العربيه بعد شهر، جيت ما سلمتش العربيه. فالتنفيذ العيني هنا معناه ايه؟ انا بروح اطلب من القاضي بعد اذنك يا سياده القاضي خليه ينفذ الالتزام بتاعه معايا، انا اديت له الفلوس فالمفروض يسلمني العربيه. ده انا بطلب من القاضي انه يجبره على انه ينفذ التزامه معايا. طيب امال الجزاء امال تاني حاجه ايه؟ التنفيذ بمقابل عن طريق التعويض. طيب جه الباشا، انا اتفقت انا وانت على العربيه واديتك الفلوس، فانت خليتها عندك، قلت لي هسلمها لك بعد شهر، شهر عدى، في التاني المعرض بتاعك ولع. هو هنا يا هتنفع تنفذ عين؟ يعني ايه هتنفذ عين؟ يعني ينفع تنفذ الالتزام اللي انت قلته؟ طبعا لا مش هينفع. ليه؟ لان العربيه اللي انت كنت قايل لي عليها اتحرقت، وانا كنت متفق على العربيه دي بس، مش هاخد حاجه غيرها. فهنا القاضي بيعمل ايه؟ بيقول لك انك انت هتنفذ عن طريق التعويض، تديني فلوس مقابل العربيه دي اللي هي اتحرقت. تمام؟ طيب تالت حاجه، في حاجه اسمها البطلان. البطلان ده بيتحقق امتى؟ في اركان معينه لازم تتوافر في اي عقد. زي ايه؟ الرضا، ان احنا نكون موافقين على ابرام العقد. المحل، ان احنا نكون بنعقد على حاجه. يعني ايه؟ يعني بنتفق على عربيه، هنبيع عربيه، نتفق على بيت، لازم نكون بنتفق على اي حاجه معينه. هنبيع الارض، هنبيع المشترك، هنبيع الشاشه، هنبيع الكشكول، كل دي حاجات بيبقى اتفاق عليها. لازم يكون اي تصرف ليه ايه؟ ليه محل وسبب. ان اي عقد في الدنيا ليه سبب، انت بتبيع ليه؟ انت بتشتري ليه؟ تمام؟ قال لي الاركان دي لازم تبقى موجوده في اي عقد. لو ما عنديش، لو انت بتبيع وانت مش راضي يبقى العقد باطل. ليه؟ لان عندي ركن من الاركان وهي الرضا، ان احنا نتراضى مع بعض على ان احنا نبيع ونشتري، مش موجود. تمام؟ طيب ده بالنسبه للبطلان، ركن من الاركان مش موجود في البطلان المطلق. طب في البطلان النسبي قال لي شرط من الشروط. ايه هي الشروط؟ قال لي غلط، تدليس، اكراه، استغلال. لو عندي شرط من الشروط دي مش موجود بنقول هنا في بطلان نسبي، انما الحاله الاولانيه بنقول في بطلان مطلق. يبقى لو في ركن تخلف زي الرضا او المحل او السبب بنقول ايه؟ ان انا عندي بطلان مطلق. انما لو في شرط من الشروط اللي انا هقول لك عليهم اللي هي بتتعلق بالغلط، بالتدليس، بالاكراه، بالاستغلال، هنا بقول ايه؟ بقول ان انا عندي بطلان نسبي مش مطلق. والفرق ما بينهم هتاخده في المدني ان شاء الله في سنه تانية. ايه الشروط؟ لو انا جيت كنت فاهم، انا جاي اتفق معاك، فانت فاهم ان انا بقى ان انت بتبيع لي العربيه، وانا فاهم انك ان انا بشتري منك الشقه. هنا حصل لي غلط، هنا ايه؟ حصل لي غلط، يجوز ليا ان العقد بيبقى باطل. ليه؟ لان حصل غلط في ابرام العقد. تمام؟ ده فيما يتعلق بالشروط. طيب ده بالنسبه يتعلق بالجزاء. يبقى انا قلت عندي 3 خصائص: انه عام ومجرد، دي خصائص في القاعده القانونيه عشان احنا كده خلصنا القانون. عام ومجرد، ينظم سلوك الافراد في المجتمع، يقترن بجزاء. ملزم ويقترن بجزاء. ده القانون. لازم عشان اقول ان انا عندي قانون او القانون صدر او القانون ده لازم يتطبق على الناس، لازم يتوافر في ال3 حاجات دول. مفهومش اي مشكله، حاجات بسيطه جدا، صح؟ طيب قال لي بس القانون بيتميز عن حاجات تانية. قلت له بيتميز عن ايه؟ قال لي بيتميز عن الاخلاق. قلت له هي ايه الاخلاق الاول؟ قال لي هي مجموعه المثل والقيم اللي مستقره في ضمير الجماعه، اللي بتحض الناس على فعل الخير واللي بتبعدهم عن فعل الشر. قلت له لا مش فاهم. قال لي المثل والقيم، الحاجات اللي موجوده في المجتمع، القيم الراسخه في المجتمع. يجي يقول لك يا عم دي قيمه راسخه في المجتمع من زمان. القيمه الراسخه في المجتمع من زمان دي مش قانون، ولكن دي حاجات الناس بتلتزم بيها عشان هي من ضمن الاخلاق اللي هي عايزاك تعمل خير وتبعد عن الشر. زي ايه؟ زي الكذب. زي ايه؟ زي الوفاء بالوعد. كل دي حاجات بتقول لك انك انت شخص من ضمن الاخلاق، ملهاش علاقه بالقانون، دي قواعد اخلاقيه. تمام؟ طيب ايه بقى الفرق ما بين القانون والاخلاق؟ قال لي الفرق ما بين القانون والاخلاق، الفرق ما بين القانون والاخلاق في 3 حاجات. قلت له في ايه؟ قال لي في 1، النطاق. مين فيهم؟ احنا قلنا القانون بينظم ايه؟
بينظم علاقة الفرد بغيره بس. القانون تواجد عشان انا عندي علاقات في المجتمع. امال الاخلاق بتنظم ايه؟ قلت له الاخلاق لا، الاخلاق بتنظم حاجتين: علاقة الفرد بغيره زيها زي القانون، العلاقات ما بين الناس في المجتمع. إن زي ايه؟ زي الوفاء بالوعد. انت لما توفي بالوعد هتوفي بالوعد مع مين؟ مع شخص تاني، فهي بتنظم علاقتك بغيرك. دي الاخلاق. ولكن بتنظم حاجة مهمة جدا ما بينظمهاش القانون. ايه هي؟ علاقة الفرد بنفسه. ازاي علاقة الاخلاق تنظم علاقتي بنفسي ازاي؟ ان هي لما بتقول لك ما تكذبش، خليك امين، ما هي كده بتخليك ان انت تتحلى بصفات كويسه، فدي الاخلاق. يبقى الاخلاق اوسع نطاق من القانون. ليه؟ لان الاخلاق بتنظم حاجتين: علاقه الفرد بنفسه، علاقه الفرد بايه؟ بغيره. انما القانون ما بينظمش غير علاقه الفرد بغيره بس. اذا الاخلاق اوسع نطاقا من القانون. طيب الحاجه الثانيه من حيث الغايه، غايه القانون ايه؟ قال لي غايه القانون نفعيه. القانون ما يهموش اي حاجه، القانون عايز ينفع المجتمع بس، ان احنا نعيش في المجتمع في استقرار وفي امان، ما يهموش اي حاجه غير كده. يبقى القانون غايته ايه؟ نفعيه، اهم حاجه ينفع المجتمع. امال الاخلاق غايتها ايه؟ قالت لي غايتها مثاليه. يعني ايه مثاليه؟ قال لي غايتها مثاليه يعني عايزه شخص مثالي، عايزه واحد علاقته بالناس كويسه، عايزه حد علاقته بنفسه كويسه، عايزه شخص مثالي صادق وامين وفي نفس الوقت بيتعامل مع الناس كويس، بيوفي بالوعود، كل ده. انما القانون ما يهموش انك تبقى صادق وامين ولا يهمه الكلام ده. اهم حاجه انك انت ما تعملش اي حاجه تضر بيها غيرك. تمام؟ دي غايه القانون. غايه القانون غايه نفعيه ينفع المجتمع، انما غايه الاخلاق مثاليه، عايز شخص مثالي. تمام؟ تالت حاجه الجزاء. ايه الفرق ما بين الجزاء في الاخلاق والجزاء في القانون؟ الجزاء في القانون احنا قلنا عليه مادي محسوس بيصيب الانسان اما في ماله او في جسمه، قلنا الفرق ما بين الاثنين. اما الجزاء في الاخلاق جزاء معنوي. يعني ايه جزاء معنوي؟ يعني لا بيسيبك في مالك ولا بيسيبك في جسمك، انما بيسيبك في ايه؟ بيخلي الناس تبص لك باستحقار. جزاء معنوي بيخليك انت نفسيتك من جوه مش حلوه. ليه؟ لان الناس بتعاملني باستحقار وبعدم احترام. ليه؟ لان انا كذبت، لان انا مش امين، فالناس بتقول عليا كذاب اهو، اللي مش امين اهو. انما مفيش جزاء مادي محسوس هنا بيطبق عليا. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه للاخلاق. الاخلاق جزاءها ماله؟ مادي. الاخلاق جزاءها معنوي، اما القانون جزاءه مادي محسوس. تمام؟ طيب ده بالنسبه للفرق ما بين الاخلاق والقانون. طب هي في قواعد اخلاقيه موجوده في القانون؟ طبعا. وانا لما بقول لك العقد شريعه المتعاقدين، دي جايه منين؟ جايه من الاخلاق اصلا. في الاصل الاخلاق كانت في الاول بتقول لك ايه؟ يا اخي يا اخي يا اخي وفي بالوعد، يا اخي وفي بالعهد، يا اخي لازم وانت بتتعامل تبقى حسن النيه. القانون جه بيقول لك ايه؟ ان الاصل في العقود ان الشخص حسن النيه، لازم تكون حسن النيه وانت تتعامل مع غيرك. يعني ايه حسن النيه؟ يعني ما اقصدش ان انا اعمل معاك عقد عشان اضرك بيه، ما اقصدش ان انا اعمل معاك حاجه معينه عشان اضرك بيها. لا، ده انا لما جيت اتعاملت معاك والله كانت في نيتي ان انا اعمل معاك اي حاجه، كل اللي حصل ده نتيجه ظروف خارجيه، انما انا لما اتعاملت معاك انا كان قصدي ان انا ما اضركش. ده بنسميه ايه؟ بنسميها آم، ده الاخلاق ممكن تتحط جوه قانون. لما ممكن الاخلاق تبقى جوه قانون، ولكن الاصل ان الاخلاق ليها نطاق عمل مختلف. الاخلاق عايزه الحاجات اللي انا قلت لك عليها، او القانون عايز الحاجات اللي انا كلمتك عنها. امال ايه الفرق؟ ودي اخر حاجه هنختم بيها. ايه الفرق ما بين القانون والدين؟ طب هو ايه الدين الاول؟ مجموعه الاشياء، او مجموعه الحاجات اللي نزل بيها ربنا سبحانه وتعالى على رسول من الرسل عشان يبلغها للناس، عشان يتجنبوا عقاب ربنا في الاخره. مش محتاجه شرح. دي الحاجات اللي ربنا بينزل بيها عشان نلتزم بيها، زي القرآن، زي الصلاة، زي الصوم. الحاجات دي كلها ربنا سبحانه وتعالى جه بيها عشان نلتزم احنا بيها. طيب ايه الفرق بقى ما بين الدين وما بين القانون؟ قال لي الفرق ما بين الدين والقانون هقول لك من حيث 3 حاجات. من حيث المصدر، هو القانون جاي منين؟ من وضع البشر، الناس هي اللي حطت القانون. هو القانون جه منين؟ مش من السلطه التشريعيه مثلا، مش من الجمعيات التاسيسيه، مش من السلطه التنفيذيه. السلطه التنفيذيه دول عباره عن ايه؟ اشخاص. فهو من صنع البشر. اما الدين جه مصدره الهي، جاي من عند ربنا. ده من حيث المصدر، كل واحد فيهم جه منين. طب من حيث النطاق، كل واحد فيهم بينظم ايه؟
القانون بينظم ايه؟ القانون بينظم علاقة الفرد بغيره بس. طب والاخلاق والدين؟ لا، الدين بينظم 3 حاجات: علاقة الفرد بغيره زيه زي القانون، بينظم علاقة الفرد بنفسه زيه زي القانون، والاخلاق بينظم علاقة الفرد بربه. يبقى الدين بينظم 3 حاجات. يبقى الدين اوسع نطاق، اوسع نطاق من الاخلاق، واوسع نطاق من القانون. ال ال الاخلاق اضيق نطاق من القانون. ليه؟ لان القانون دونا عنهم بينظم 3 حاجات: بينظم علاقة الفرد بنفسه، علاقة الفرد بغيره، علاقة الفرد بربه. مش اي مشكلة، كلام بسيط جدا جدا جدا. تمام. طيب، من حيث ايه؟ من حيث الجزاء في الدين عامل ازاي، والجزاء في القانون عامل ازاي؟ قال لي الجزاء في القانون ده عارفينه، مادي محسوس، جزاء دنيوي بيطبق عليك في الدنيا. امال الجزاء في الدين ايه؟ قال لي الجزاء في الدين جزاء اخروي، ولكن يمكن الجزاء يكون دنيوي في الدين. امتى؟ لو انت عملت حاجة القرآن قال عليها والقانون في نفس الوقت قال عليها. زي ايه؟ القانون بيقول لك، الدين بيقول لك السارق والسارقة فاقطعوا. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى القرآن قال على السارق كده كده ربنا هيعاقبه فوق، وفي نفس الوقت اداك عقاب ليه في الدنيا. جينا في القانون قلنا اي حد هيسرق هنعاقبه بايه؟ ب2 سنين. يبقى كده هنا هنجمع ما بين الجزاء الدنيوي والاخروي فيما يتعلق بالدين. انما القانون جزاؤه دنيوي فقط، مادي محسوس. طيب، هو الدين ليه نطاق عمل مختلف عن القانون؟ طبعا، ما انا قلت لك الدين بينظم 3 حاجات، انما القانون بينظم حاجه واحده. ولكن ينفع ان الدين يجي في القانون. زي ايه؟ الدستور المصري بيقول لك ايه؟ مبادئ الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع. بمعنى ان احنا المبادئ الشريعه الاسلاميه هي الاصل الحاكم للقواعد القانونيه عندنا، فهنا دخلنا الدين في القانون. تمام. طيب، عندي اخر حاجه اسمها قواعد المجاملات. ايه قواعد المجاملات؟ العادات المستقره في ضمير الجماعه. يعني ايه؟ زي ايه؟ السلام عليكم. انت لو عديت دلوقتي من على واحد في الشارع وما قلتلوش السلام عليكم، جارك هيقول عليك ايه؟ اول ما تمشي يقول ده ابن 60 كلب ما بيراعيش الجيره، ده ابن 60 كلب فيه وفيه وفيه، ده ابن مش عارف ايه فيه وفيه وفيه. ده ليه؟ ده عشان هو ما رعاش الجيره. العادات والتقاليد اللي استقرت في ضمير الجماعه دي بنسميها ايه؟ قواعد مجاملات. مجامله، انا لما بقول لك سلام عليكم انا بجاملك. تمام. قال لي قواعد المجاملات مختلفه عن قواعد القانون، وقواعد المجاملات برضو جزاها معنوي. ان انت لو عديت على راجل وما قلتلوش السلام عليكم هقول لك عليك ابن 60 كلب. تمام. طيب، بس قواعد المجاملات ممكن تيجي كقواعد قانونيه. ازاي؟ احنا كنا زمان بنعامل السفير معامله ايه؟ بنحاول نعامل السفير كويس جدا هنا في مصر وبتاع ومش عارف ايه، وبنحاول ان احنا، مع ان القانون ما كانش بيفرض علينا زمان، انت بتجيب السفير دوله تانية تعامله كويس وبتاع عشان السفير بتاعك هناك يتعامل كويس. راحوا جايبين واخدين القاعده دي، كانت قاعده مجامله، انت بتجيبه تجامله هنا في مصر، لما بيجي هنا مصر بتجامله. القاعده دي راحوا حاطينها في القانون، وعلى اساس ده بقى فيه قانون معامله الممثلين الدبلوماسيين. القانون ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الممثلين الدبلوماسيين في مصر. خدنا من قواعد المجاملات حطيناها في قواعد القانون. انما الاصل ان قواعد المجاملات دي مالهاش علاقه بقواعد القانون، لان قواعد المجاملات ما فيهاش جزاء مادي محسوس، انما قواعد القانون فيها جزاء مادي محسوس. اتمنى اكون وفيت. ماشي، ما تنساش تعمل القناه بتاعتي لايك وسبسكرايب ان شاء الله، عشان افضل اشرح لك ان شاء الله على طول. اتمنى اكون افدتك. شكرا.